جولتنا النهاردة في مطعم بيت الأسماك. المطعم ده ليه كذا فرع، بس أنا بصور في فرع الفروانية. زي ما انتوا شايفين صورت لكم المدخل بتاع المطعم وده اللوجو بتاعهم. المطعم ديكوره حلو قوي. أول ما بتدخلوا في العرض بتاع السمك ده شكله حلو قوي وجميل، علشان كده صورته لكم. في كمان ميزة عجبتني في المطعم وصورتها لكم، ان المطبخ مكشوف، يعني تقدروا تشوفوا الناس اللي شغالين والشيفات اللي جوه، وتقدروا كمان تدخلوا المطبخ وتشوفوا النظافة بنفسكم، وده يدل على النظافة 100% في الناس اللي بتشتغل والاكل اللي بيتعمل. كمان الميزة التانية اللي عجبتني في المطعم انه في كبائن للعائلات، للناس اللي حابة تبقى معزولة او واخدة راحتها في خصوصية. وكمان اللفتة الإنسانية اللي هم عاملينها، انهم مخصصين يوم للأيتام ياكلوا من الساعة 1 للساعة 5 مجانا، فدي لفتة جميلة قوي منهم. هنا طبعا لما الأكل نزل شايفين الأكل قد ايه شكله مغري وشكله حلو قوي يفتح النفس. ده الجمبري البيتر فلاي اللي مع الصوص، وهنا الصينية دي فيها السمك وفيها الجبجب مع ملوخية بالجمبري، ونازل معاها كمان طبقين سلطة وشوربة سمك طعمها حلو قوي. وفي حد قال لي جربي شوربة السي فود وقولي رأيك. بصراحة الشوربة جميلة جدا جدا، مليانة زي ما انتوا شايفين، وطعمها حلو قوي قوي بجد، عجبتني جدا. وانا هنا حبيت اصور لكم كمان ملوكة وهي بتاكل قد ايه عجبها الاكل. هي مش من الناس المحبين السمك قوي، بس المطعم عجبها جدا واكلت سمك واكلت من الجمبري عجبها قوي. هنا انا كنت باكل السمك مع الطحينة والخبز، هما بيقدموا خبز ايراني مع الوجبة، حلو قوي وسخن وطعمه تحفة مع السمك. الرز مفلفل، الخلطة بتاعته مميزة. الشوربة اللي نازلة، شوربة السمك اللي نازلة مع الصينية طعمها كانت لذيذة قوي بجد، تفتح النفس. شايفين يعني بجد مش محتاجة اقول لكم ان الاكل تحفة. وانتوا بتاكلوا تحسوا ان انتوا مش بتاكلوا سمك. يعني احلى حاجة ان انتوا حتى لو مش من الناس اللي بتحبوا السمك قوي هيعجبكم جدا المطعم، وممكن تكرروا التجربة كذا مرة. انا هنا كنت بوريكم السمك المقلي قد ايه مقرمش وشكله حلو وذهبي كده ويفتح النفس. بعد ما خلصنا اكل جابولنا على طول الوايبس دي حلوة جدا، وانا بصراحة عجبتني عندهم الخدمة. وبعد ما خلصنا اكل كمان طلبنا شاي، جابولنا الشاي زي ما انتوا شايفين. الموظفين هناك بشوشين جدا محترمين قوي. الشخص اللي موجود هناك اللي بيصور بجد اسلوبه جميل جدا، وممكن تندهوله وتتصوروا ويصوركم صور جميلة. عجبني ان هم اسلوبهم حلو، معاملتهم حلوة، خدمتهم نظيفة، واكتر حاجة كمان مميزة السعر مناسب قوي مقابل كمية كبيرة. وشايفين طبعا قد ايه الناس بشوشة ومحترمة، والمدير بتاعهم ما شاء الله تعامل ممتاز جدا جدا. وكان مستر محمد امين هناك وصورت معاه. مستر محمد بنفسه هو معايا في اللايف. عايزه اقول لك الاكل جميل جدا جدا، طعمه تحفه بجد، يعني كانك مش بتاكل سمك. اللي بيحب السمك هيحب السمك والله بجد. نورك ان شاء الله. تسلم، ربنا يحفظك. وده موظف هناك اسمه الأستاذ مصطفى جمال، بجد إنسان خلوق جدا ومحترم، علشان كده أنا صورته. وده أستاذ تهامي، قد إيه الناس بشوشة وأسلوبها حلو جدا، وتحسوا إن انتوا بجد من إخواتكم، مش ناس بس موظفين في المطعم وخلاص. ودي من الحاجات المميزة اللي بتميز أي مكان تدخلوه، بشاشة الناس اللي موجودة. وده كان رأيي بصراحة في مطعم بيت الأسماك، والتجربة هتتكرر تاني إن شاء الله.